مساء الخير لكل اصحابنا وكل حبايبنا. عايزه اقول لكم احنا هنا في ميدان العباسيه، طبعا ده اشهر ميدان على مستوى القاهره، تمام. وعايزه اقول لكم وانا جايه والله العظيم احنا كشري هند اهو، وعندنا الشرقاوي، وانا جايه لقيت الست الجميله قوي دي ولقيت الحاجات دي فعلا احنا جبنا منها، اقسم بالله حاجتها حلوه قوي قوي قوي. يعني اللي خلاني اصور بجد ان حاجتها حلوه قوي. اسعارها يعني بجد يعني مش موجوده النهارده، اسعارها رخيصه جدا جدا جدا. هي عايزه تحلي بق كل الناس وعلى قد يعني مصروف ايد العيل اللي في ابتدائي. فبجد اوعوا تبخلوا ان انتوا لو انتوا في ميدان العباسيه ان انتوا تجربوا حاجتها عندها. طب ما تقولي لنا حاجتك ايه رايك؟ عندي كاستر، ده اللي احنا جربناه والرز بلبن، وعندي تحفة. عاشوره، عندي المدلعه بسبوسه على يا كنافه سيدي. شوكولاته ورز بلبن. عندي كنافه ساده، عندي بسبوسه ساده، عندي كيك. الله عليكي، وكلهم بنفس السعر؟ لا اسعار مختلفه، الاسعار مختلفه، ابتداء من 10 جنيه اخر حاجه 35 جنيه. دي اغلى حاجه عندي، دي اغلى حاجه عندي. بس بصراحه يعني احنا جربنا الرز بلبن والكاستر طعمه حلو قوي، بس بجد يعني عايزه اقول لكم والله بصوا هي ست جميله وبشوشه ووشها جميل جدا. قدام ابو محرم، قدام الشرقاوي، يعني لو انت جاي من عند المترو اهو هتلاقي المترو اهو، وهي موجوده قبل المترو. لو جاي تاكل من عند كشري هند، تمام، هتحلي بقك بالرز بلبن والعاشوره. بجد حاجتها اقسم بالله تحفه، احنا لسه واكلين منها دلوقتي. الحاجه حلوه قوي، اسعارها حلوه قوي. بتروحوا يعني محلات كبيره قوي باسعار عاليه قوي قوي، ناكل المدلعه وناكل البسبوسه وناكل الحاجات دي كلها وبنجيبها باسعار عاليه. طب ما احنا في ستات جميله قوي بتشقى وتشتغل، ويعني انا عايزه اقول لكم انها حتى ما فيش كرسي تقعد عليه. يعني الست بصراحه ربنا يرضيها ويديها الصحه، هي واقفه من ساعه ما جينا، انا بقالي حوالي نص ساعه في الميدان بشتري حاجات، هي واقفه ما قعدتش. فالناس دي هي فعلا اللي تستحق ان احنا نساعدهم، وهم اللي يستحقوا فعلا ان احنا نجيلهم. اسعارهم في متناول الايد، بدل ما بنروح نقف بالتوابير على ناس اسعارها غاليه جدا جدا وحاجاتها مش صحيه. طب ما ناخد حاجات صحيه. بصوا انا بجد يشرفني ان انا اتصور معاها، بجد ست جميله جميله جميله، وست محترمه وست مكافحه بجد. يعني الناس دي هي فعلا نتشرف بيها، وهي فعلا اللي لازم ان احنا يعني نشجعهم. كفايه ان هي ما عملتش اي حاجه وحشه غير ان هي واقفه على رجليها طول النهار، بتعمل حاجتها بمنتهى الامانه ومنتهى النظافه. اتمنى كل اللي يجي هنا في العباسيه ان هو يجي يزور الست دي، وان شاء الله ربنا يوفقها. طب قولي لي بقى، انت عندك توصيل ولا انت بس واقفه طول اليوم؟ لا عندي توصيل، ممكن اوصل لغايه البيت عادي. تمام.